تعالوا اقول لكم المشقه والشغل الكتير بيعمل ايه في عقلنا. بصوا اقروا معايا الكلام ده وركزوا فيه وهشرحه لكم. تعمل المشقه على تنبيه اطلاق عديد من الناقلات العصبيه من بينها الادرينالين والنور ادرينالين، كما تعمل على تنشيط اللوزه دي بتعمل لنا حاجات كتير قوي وبتعزز الخوف وحاجات واحساسات كده وحشه، وتقليل نشاط القشره قبل الاماميه من ناحيه اخرى. طيب كل ده بقى المفروض نتخطاه ازاي؟ احنا علشان ورانا حاجات كتير، وطبعا اللي بيذاكر واللي وراه دروس وامتحانات واللي بيشتغل وهو بيذاكر واللي كمان متجوز وعندنا التزامات كتير جدا، لو ما خدناش بريك او ما خدناش وقت عرفنا ننبسط فيه علشان نعزز النواقل العصبيه المفيده في المخ ونقلل من النواقل العصبيه المضره، للاسف ده هيعمل لنا ضرر في عقلنا. فعلشان كده انا المفروض ادربكم ان انتوا ازاي تعرفوا تنبسطوا وازاي تعرفوا تاخدوا وقت فاصل ما بين المشقه اللي بتمر بيها كل يوم. فانا النهارده هصور لكم فيديو طويل يعلمكم ازاي ندور على مكان المفروض نخليه وقت الراحه بتاعنا دايما نقضيه فيه. فاستنوا بقى الفيديو الطويل هنزله لكم علشان اعلمكم.